هاي جايز، عاملين ايه؟ النهارده هنغير مع بعض كفر التاب وهنلون عليه. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك لو عجبكم الفيديو وتشتركوا في القناة. وبس يلا بينا نبدأ الفيديو. اول حاجه هنجهز الادوات اللي هنحتاجها. بدأت اني اجيب الفرش اللي هستخدمها وشويه ميه عشان جبت الوان جديده. هي دي الالوان اللي كانت عندي قبل كده بس خلصت فجبتها تاني مره. هي الالوان دي قوامها بيكون عامل كده، بس يستحسن ان احنا نستخدم الوان اكريليك زي اللي في الصوره دي في الحالات اللي زي كده. وبعد كده هستخدمها المانيكير الشفاف ده عشان اغلف الكفر بعد ما اخلص تلوين عشان الالوان ما يحصلهاش حاجه. وهستخدم اللزق ده بتاع الادوات الكهربائيه بنسميه شكرتون عشان يمسك جامد، وحاجه هنشتغل عليها. وبس يلا بينا نبدأ. أول حاجة فتحت بنترست وكتبت كيوت اند سمبل بينتينجز عشان أعرف الرسومات اللي ممكن أرسمها وأخد إلهام وكده. عجبتني الصورة دي وقررت إني أرسم حاجة شبيهة ليها. ده الكفر اللي هشتغل عليه، بس قبل ما نشتغل عليه حبيت إني أرشه بشوية كحول وأمسحه بمنديل من أي أتربة موجودة عليه. وهبدأ إني أغلف أطراف الكفر باللزق ده عشان بيمسك جامد، وأتنيه لجوه عشان ميتحركش من مكانه بالطريقة دي. لو فاكرين كنت منزله فيديو قبل سنتين لونت برضه على كفر الآلة الحاسبة بنفس الطريقة ونفس الألوان، بس بعد يومين حسيت ان الألوان بتقشر. فكان في بالي ان ممكن السبب يكون عشان انا لونت الألوان على طول على كفر الآلة الحاسبة من غير ما احط مثلا طبقة تحتيها. فمن ذكائي قررت اني احط طبقة مناكير شفافة على التاب عشان لما احط الألوان تلزق فيها على طول. بس كانت الصدمة بجد ان الألوان ما كانتش اصلا بتمسك في التاب ولا بتلون. انصدمت، فقررت ان انا امسح الألوان دي واجيب ورقة صنفرة عشان اشيل طبقة المناكير اللي انا حطيته ده، والتاب بقى شكله كده خشن في الاخر. فعرفت بقى ان الالوان لازم تكون على حاجة خشنة عشان تمسك فيها اكتر وما تتحركش من مكانها. بدأت اني اجهز الالوان اللي انا هحتاجها. ولو انتوا عندكم كفر عايزين تغيروا اللون ولونه غامق كده، اول حاجه لازم انكم تلونوه باساس ابيض او لون اكريليك ابيض، بس انا الصراحه ما كانش عندي عشان بس الالوان توضح وما تبقاش غامقه كده. فبدأت اني اطلع درجات قريبه من الصوره، يعني قريبه شويه لان الصراحه الدرجات ما كانتش مساعداني خالص. وبدأت اني اعمل لون احمر على ابيض، وهنا برضو حطيت لون اصفر فاتح على اللون الاصفر الغامق اللي انا عملته عشان برضو يفتحوا شويه. ومن هنا بدأت رحلة خلط الألوان حرفيا عشان بس أوصل لدرجة البيبي بينك اللي موجودة في الصورة. يعني حطيت بنفسجي على أبيض على أحمر، يعني لحد ما وصلت للدرجة دي، ودي أقرب درجة أنا وصلت لها. واستخدمت اللون الأورنج وبدأت إني أفتحه شوية باللون الأبيض، وخدت شوية من اللون الأبيض دايركتلي كده على الألوان اللي أنا حطيتها عشان يفتحوا شوية في نفس الوقت تديها ظل وتدرجات في الألوان. وبعد كده استخدمت اللون الأزرق عشان ألون السما. وبعد كده بعد ما ينشف برضو هضيف شوية لون أبيض عشان يفتح شوية في نفس الوقت يكون في كده تدرجات في الألوان. وبس ده شكلها قبل ما اضيف اي تفاصيل. هسيبها تنشف شويه. بعد ما نشفت بدأت اني اضيف شويه تفاصيل باللون الاسود. بدأت اني احددها باللون الاسود، واستحسن ان الخط الاسود ده يكون رفيع. واضيف شويه تفاصيل برضو باللون الاصفر، حسيتها احلى باللون الاصفر. بعد ما نشفت خالص حطيت طبقه بقى من المانيكير الشفاف، ويستحسن انكم تحطوا طبقتين. انا حطيت طبقه واحده عشان بس ما تحسوش بملمس الخشونه بتاعت الصنفره وكده. ودي الفكره المفضله عندي ان انا اشيل اللزق. بس دي النتيجه. اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم، وقولوا رايكم تحت في التعليقات. حبيت النتيجه بس حسيتها هتكون احلى لو حطينا بيز ابيض تحت الالوان عشان الالوان تظهر بالوانها الحقيقيه ودرجتها الحقيقيه. فانتوا قولوا لي رايكم. وبس كده اشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.